مش يلا اماني بقى كده نتاخر على الناس. اسف حبيب قلبي معلش، ما انت عارف ان انا ورايا مليون حاجه اعملها قبل ما انزل. ايوه بس انا والولاد جاهزين بقالنا نص ساعه وانت واضح انك لسه قدامك كتير. ما انت عارف مراتك حبيبتك ما بتروحش في اي مكان الا وهي سنجة 10. اماني دي بقت سنجة 100 مش سنجة 10. ده تريقه بقى ولا مدح ان شاء الله؟ مدح يا ستي مدح، بس ما حدش بيركب رموش وضوافر وابيض واحمر واصفر واخضر في خلقتنا عشان شم النسيم. ما انت عارف يا حبيب قلبي انا ما بروحش في اي حته الا انا وانا شيك جدا. ولا عايز بقى الناس تاكل وشي؟ وانت ما تعرفيش تحضري شم النسيم من غير ما تركبي رموش؟ هتشم النسيم برموشك؟ على فكره بقى ارتحت ويلا بقى عشان ما اخرجش. طب بقول لك ايه يا اماني، قدامك 5 دقايق، لو ما جهزتيش انا همشي انا والولاد وتعالي لوحدك. الله. يا اهلا وسهلا، يعني لازم اعزمكم عشان اشوفكم. اهلا يا سميح، اهلا يا اماني، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبي يا حبيبي؟ اهلا يا ولاد، اهلا وسهلا على الجنينه، يلا كل حاجه جاهزه في الجنينه. اهلا سهى، ازيك يا حبيبتي؟ حبيبي ازيك؟ احنا جعانين قوي. فطين حبيبي حبيبي كله تمام يا حبيبي. انسان طيبين. نورتونا نورتونا. اهلا وسهلا. يلا يا ولاد، يلا ياسمين مع الولاد. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. ميرسي يا حبيبتي. اهلا يا فطين. حبيبي يا منور شيخ. سميح. تعبناكم معلش. ايه يا ابني مالك؟ لو يبوزك ليه؟ لا مفيش حاجه. انا اقول لك البيه مش عاجبه ريحه الفسيخ والرنجه. يا سلام، طب وهي ناس بتعمل ايه بقى في شم النسيم؟ والنبي قولي له عايز تاكل ايه؟ سمون في مي؟ بقول لك يا شيري بعد اذنك، العزومه بتاعت السمك اللي انت وعدتنا بيها منفصله تماما عن العزومه دي، اوعى تنسى. ده أكيد، الشوي أكيد. والكلام ده ارجوك. ما تقلقش. انت هتفضل طول عمرك بطني كده؟ الله، في ايه يا جدع؟ انت انا جاي عند راجل اكل، انا عايز اكل، ولو ما اكلتش قد كده النهارده هقوم امشي. يا ريت تمشي ياخد خلصنا من دوشتك. همشي. لا يا عم لا، كله جاهز وموجود، ما تقلقش يا فطين. طمني والنبي. يلا يا جماعه العصير اهو جاهز اهو، يلا. تسلم ايدك، بس عاوزين نخش في الموضوع بقى. الفسيخ والرنجه اخبارهم ايه؟ كتير يعني؟ والله كله جاهز بره برضه. بس ايه الحلاوه والشياكه دي يا ندى؟ يعني يور بانس تجنن. حبيبتي ده من جمالك انت بس. ايه انتوا قاعدين تجاملوا في بعضكم كده وانا قاعده في وسطيكوا عادي كاني مش موجوده؟ في ايه يا ماني؟ انت على طول قرشه ملحتنا كده. انما قول يا شريف، في ناس شافوك في الكومباوند برضه وانت بتشتري حاجات للبيت، يعني ما كانتش هي مره وخلاص. ناس تانية شافوك وانت بتزرع الجنينه وبتغسل عربيه. الكلام ده حقيقي؟ طبعا حقيقي، ومش بس كده، ده انا بغسل وبطبخ وبودي العيال المدرسه كمان. الله، ده انت فعلا بقى مشيت الشغاله والجنايني والسواق. ايوه صحيح. طب وليه يعني؟ انا عارف طبعا ان حب الاستطلاع هيجننك، بس انا هريحك. شوف بقى يا استاذ سميح، انا دلوقتي ما بشتغلش، بالبلدي كده بقيت عاطل. فقررنا انا وندى كده نبدل الاماكن، هي تبقى مسؤوله عن الجبهه الخارجيه وتصرف على البيت، وانا مسؤول عن الجبهه الداخليه واخد بالي بقى من تربيه العيال والدروس واللي انت عارفه ده كله. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ وازاي تقبل حاجه زي كده؟ الله، طب ودي فيها ايه دي؟ في يعني الراجل راجل والست ست. انا ما اقبلش اعمل شغل الحريم ده ولا مؤاخذه يعني. يا سيدي هو حر، انت مالك؟ انت ما تقبلش هو يقبل، هو يتصرف مع مراته براحته. وبعدين ايه حريم دي؟ ما تنقي الفاظك شويه. استنى بس يا فطين. شوف يا سميح، مراتك ست البيت مش بتشتغل عندك، وبعدين انا ما اقبلش ابدا ان مراتي ترجع من الشغل مجهده وتعبانه وتكمل شغل البيت. ايه المانع ان انا اساعدها، وخصوصا بقى لو ما بشتغلش؟ يسلم فمك، هو ده الكلام. سامع يا سميح؟ كلامي ده كلام فارغ. فاضل بقى تقولي لي يرد على العيال. لولا ان العيال كبرت والله كنت عملتها. حلوه. اسمعني يا سميح، ايه المانع ان الراجل يقف ورا مراته وهي ناجحه في شغلها وهي لها جو البيت المناسب، ويبطل بقى العقد الذكوريه بتاعته دي؟ الله عليك يا شريف،